أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة أسرار التاروت. هذه القناة مختصة في علم التاروت. نشكر جميع أعزائنا وأصدقائنا الذي يبدون إعجابهم في البرنامج وفي أوراق التاروت، ونعدهم على أن نجيبهم على رسائلهم في أقرب وقت ممكن. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة نحب أن نتكلم عن برج الميزان لشهر يوليو تموز سنة 2016 بأوراق التاروت. عزيزي برج الميزان، هذه هي البطاقات التي أخذناها لهذا الشهر، وهذه هي البطاقة الأولى، وهذه بطاقة العمل، وتعني التغيير نحو الأفضل، بداية الخروج من النفق المظلم الذي مريت به في الشهر السابق أو في الأشهر القليلة الماضية. عزيزي الميزان، يتطلب منك في هذا الشهر الحفاظ على أعصابك وعدم اتخاذ كل ما يقوله الآخرين لك على محمل الجد. ربما هناك بعض التحديات في مجال العمل، وكذلك هذه البطاقة تحذرك من بعض الأشخاص الذي كنت تثق بهم، ولكن بعد فترة قصيرة أو بعد فترة يتبين لك عكس ذلك. فحاول عزيزي الميزان أن لا تعطي أسرارك لمن لا تثق بهم، وأن تنتبه من بعض الأشخاص الذي يزعجوك ويؤثرون على مستواك العملي. حاول أن تتجنبهم عزيزي. أما هذه البطاقة فهي بطاقة المال عزيزي، وهذه البطاقة تعني أن هناك أموال في طريقها إليك، ربما من مصادر غير متوقعة. وكذلك عزيزي الميزان، هذه البطاقة تعني أنت تستطيع أن تجني الأرباح والأموال أكثر مما تحصل عليه الآن، وذلك بسبب ذكائك وفهمك لإدارة الأمور. ولكن في بعض الأحيان تنقصك الثقة بالنفس وتحب الاعتماد على الآخرين، وهذا قد يؤثر من تقدمك في الحياة ويقلل من الربح المادي. عزيزي الميزان، أنت تعطي الثقة لمن لا يستحقها بسبب طيبة قلبك. أما عن العائلة فهذه هي بطاقة العائلة عزيزي الميزان، وهذه البطاقة تعني الارتباط وهذه البطاقة تعني عزيزي الميزان إن الشريك هو عندك شيء مقدس، وأنت تدافع عنه لآخر قطرة دم من حياتك، ولكن بنفس الوقت أن تحب أن يبادلك هذا الشيء ولا تتقبل غير ذلك. يعني مثل ما تبادله هو تريد هو يبادلك، وهذا ربما يسبب لك المشاكل والعقبات مع الحبيب، بسبب قد يبدو للحبيب أنك تريد السيطرة عليه. لذلك عزيزي الميزان، دع الحبيب والشريك على سجيته ولا تطلب منه أكثر مما يستطيع حتى لا تكون مشاكل. أما هذا البطاقة الأخيرة وهي بطاقة الصحة. عزيزي الميزان، أسلوب ونمط العيش الذي تتبعه يوميا بحاجة إلى مراجعة، خاصة مثلا من ناحية الإفراط في الأكل والتدخين وأكل الحلويات وإلى ذلك، وهذا له تأثير على الجانب الجسدي، وكذلك الإجهاد والقلق والسهر له تأثير سلبي على الجانب النفسي. فتحتاج إلى التوازن عزيزي الميزان.
حتى تستقيم أمورك الصحية. كذلك ممارسة التأمل والاسترخاء يجلب لك منافع هائلة. وإذا كنت لا تعلم كيف تبدأ عزيزي الميزان، حاول أن تستشير المختصين أو تقرأ كتابا حول هذا الموضوع. هذه هي التوقعات العامة لشهر يوليو تموز عزيزي الميزان. أما التوقعات الخاصة فيرجى الاتصال بنا على الفيسبوك أسرار التاروت. وشكرا للمتابعة.